بعد نزول تحديث التيركس في بابجي موبايل، بعض الامور لفتت انظار اللاعبين، وعلى سبيل المثال انك تقدر تعمل حركات حلوه باستخدام الديناصور الصغير. فيلا بينا نشوف في ايه. اول حاجه حلوه معانا بتقولك انك تقدر تطلع على مباني سكول بالديناصور الصغير ده. فتعالوا كده نشوف هل احنا فعلا هنقدر نعمل كده ولا لا. لعلمك قبل ما تكمل مشاهدة انا جربت قبل الفيديو ده كل الحاجات اللي انا هعرضها لك دلوقتي، ولكن برضو حبيت ان انا اطلع معاك على كمان تجربة علشان نحكم حكم صحيح. تمام، تعالى بس نجرب في العمارة التانية دي علشان صراحة هنا انا جربت كتير. فتعالى نجرب هنا على الناحية التانية وفي العمارة دي كده، ونجرب كده ان احنا نطلع على العمارة من الناحية دي. ولعلمك انا بطبق الطريقة الصحيحة في الطلوع عليها، يعني اللي كانوا عملوا الفيديوهات دي واللي كانوا اتكلموا عن الحوار ده عملوا نفس الكلام ده، لكن برضو كانوا بيقولوا ان هي حاجة صعبة وان نادرا ما انها تنجح. تمام، فعلى العموم بنحاول، واظن انا حاولت قبل كده وانا قلت لك في الفيديو، وصراحة لسه الى الان مش متمكن ان انا اطلع. فثواني كده نجرب اخر تجربة كده. للأسف خرافة غير صحيحة تقريبا. الخرافة اللي بعد كده هتكون هنا في المكان ده. فتعال بس الأول أعرفك بالمكان علشان تقدر إنك تيجي هنا عند رينز بالظبط. ثواني أوريك على الخريطة، هي هنا كده. طبعا عند المكان اللي أنا قلت لك عليه تقدر تطلع على أبراج رينز، ودي طبعا شفتها والناس اتكلمت عن الحوار ده. فتعالى كده نجرب إن إحنا نطلع على أبراج رينز بالديناصور الصغير. صراحة الأمر واضح إنه سهل، يعني ممكن إنها تنجح معانا. ده اكيد انها تنجح معانا. ايوه صراحة طلعت صحيحة وسهل انك تعملها. ولعلمك من هنا بقى تقدر انك تجيب كيلات كتير، ولو انت مثلا عايز تعمل تقييم عالي او كده يعني تقدر انك تلعب من هنا وتقيم. لكن صراحة ما انصحكش، لان لو اتحدف عليك اي نيد مش هتقدر تصده. وكمان ممكن ان لو في تيم كامل جاب الصدفة وبش عليك انت ممكن ما تعرفش تتعامل معاه. لكن على اي حال هي خرافة صحيحة. اما بعد كده بقى احنا لسه في نفس المكان، يعني احنا لسه عند رينز تماما ما اتحركناش يعني. بس ده البرج الكبير. في ناس برضو قالت انك ممكن تطلع على برج رينز الكبير ده بالتيركس الصغير اللي معانا ده. فاظن ان احنا برضو نقدر نعملها، وصراحة واضح انه سهل. فهنجرب وهنقول لك اذا كان ممكن او لا. طبعا انا طلعت لحد هنا وكل ده بسهولة يعني، لكن خلي بالك الديناصور بينزلق منك اكتر من البرج الصغير. يعني انت شايف كنت هقع هنا تماما. البرج الصغير ما ممكن يكون سهل جدا عادي تطلعه بقى بكل سهولة، مفيش اي مشاكل. لكن البرج الكبير برضو بسيط، لكن هتحس ان الديناصور بينزلق منك، فلازم تكون عندك تحكم يعني دقيق اكتر من اللازم شوية عشان تقدر انك تطلع البرج ده. باقي خطوة واحدة، فهنشوف دلوقتي إذا كان ممكن أو لأ. فعلا ممكن إنك تطلع على البرج الكبير بتاع رينز بكل سهولة باستخدام الديناصور الصغير ده. وصراحة الديناصور الصغير ده طلع ليه استخدامات كتيرة جدا ممكن انك تستفيد بيها في حوار التقييم او في حوارات تانية في لعبة بابجي. لكن نفس الاخطار اللي انت مش هتعرف انك تواجهها من البرج ده هي نفس الاخطار انك برضو مش هتعرف تواجهها من البرج الصغير. فانا ما انصحكش انك تقف هنا كده وتكمل الجيم. لكن اللي يهمنا على اي حال ان هي خرافة صحيحة، بس هي دي الحاجة اللي تهمنا، خرافة صحيحة. طيب لحد هنا بقى فكك من الديناصورات وتعالى اعرفك ازاي تجيب صناديق مميزة وحاجات تانية كتير، وكل ده بشكل مجاني تماما. اول حاجة كده انت هتيجي معايا على خريطة ليفك. هي خريطة ليفك اسهل مكان هتعمل فيه الحاجة اللي انا متأكد منها دي، وده المكان اللي انت هتنزل فيه لانه اكتر مكان هيساعدك. بعد ما نزلت بقى شايف الحاجات اللي بتركب تحت عند الام 4 دي؟ سلاح الام 416 جمع منها 20 قطعة وتعالى انا هجمع وارجع لك. بعد ما جمعتهم، وعلى فكرة عادي انك تستخدم سكوبات، يعني عادي انك تجيب منظار. بعد ما انك هتجمعهم هتفجر نفسك وهتطلع على بره، وهتلاقي في معاك انجاز مخفى يديك صندوقين مميز. هتيجي على هنا كده عند الانجازات هتلاقي فيه هدية. بعد ما هتعمل كده هتشوف هنا انجاز اسمه جامع القمامة طبعا اسم مضحك شوية انا اسف، لكن هيديلك صندوقين مميز و20 نقطة انجاز، ودي الحاجة اللي انا متأكد منها صراحة. تمام، عايز برضو مهام اضافيه تقدر تنزل مباراه وتركب كل انواع السيارات، ولكن انا مش متاكد من صحه المهمه دي، ولكن على الاغلب برضو هيديك صناديق ونقط انجاز. وكمان في مهمه بتقولك انزل مباراه وفجر 50 سياره، وصراحه برضو مش متاكد منها جامد لان انا مش مجربها، واعتقد هتديك صناديق برضو.
برضو في مهمة معانا بعد كده بتقولك انزل مباراة وفجر نفسك بالقنبلة اللاصقة 20 مرة، بس الانجاز ده في خريطة كراكين فقط. ودي صراحة انا واثق فيها شوية لان شفت ناس عملتها. وبس كده، اشوفك في الحلقة الجاية، واشترك لو انت جديد.